فيديو النهاردة لعشاق الكابوريا هنعملها بطريقة سهلة جدا مع شوربة كريمي أكيد هتحبوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. أول حاجة هننزل بقطعة من الزبدة وهننزل عليها بمقدار معلقة من الزيت. بعد كده هنزل ببصلاية فرموها ناعم. أول ما البصلة بتاعتنا بتدبل بنزل عليها بمعلقة كبيرة من تتبيلة السمك، بتبقى عبارة عن ملح وفلفل أسمر وكمون كزبرة عصرة ليمون توم طبعا أساسي، وبنزل بيها زي ما انتم شايفين وبنقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بالكابوريا بتاعتنا اللي طبعا غسلناها ونضفناها كويس وبنشوحها كده حوالي دقيقتين. ودلوقتي هنزل عليها بمقدار نص كوباية من المية المغلية وهنغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق. ودلوقتي بقى هنيجي للخطوة اللي هتنقل معانا الكابوريا بتاعتنا لحتة تانية خالص. انا هستخدم كوباية كاملة من كريمة الطهي، وانا هستخدم معاكم المراعي. بجد هتنقل الكابوريا بتاعتنا لحتة تانية خالص. ودلوقتي بقى هنزل بشوية بقدونس وبس كده. يا ريت اذا وصفتنا النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، بشير، باشتراككم في قناتنا قناة في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.